رمضان كريم، عساكم من عوادة وكل عام وانتم بخير. راح أشارككم أول أسبوع من رمضان. من زمان ما سجلت لكم فيديوهات، من بدأ رمضان وإحنا نركض، ما أدري على شنو ألحق. بس هذا كان شوبينج مقاضي رمضان، المفروض كنت أنزله قبل رمضان بس أنا جمعته مع أحداث أول أسبوع عشان أخذكم معاي بجولة. طبعا هذه أول سنة تكون زينة العيد الوطني مع زينة رمضان، يعني أجواء غريبة. الشوبينج كان تقريبا يوم 26 فبراير، فالناس كلها طالعة ملابس العيد الوطنية بس قاعدة تتقضى حق رمضان، ف ميكس اوف فيلينج. بس وهذه المقاضي طبعا أنا خذيت الأشياء التخصصي اللي أنا أعرف أشتريها، يعني التمر، المشمش، قمر الدين، طبعا السيزر ما نستغنى عنه، الفيمتو، الكاسترد، القيمات، النشا، الطحين، ماكرونة، باستا، شعرية. رحت بعد أتفقد قسم المكسرات، خذيت المكسرات. كذي يعني أنا أشتري الأشياء اللي أعرفها، أمي تشتري الأغراض الثانية اللي تبي تركيز وتبي دقة الأمهات. خذيت لي كم نوع بهار، خذيت بابريكا وخذيت بعد فلفل أسود وخذيت شيئين ثانيين بس ما أذكرهم، لأنه كان عندنا بهارات من قبل رمضان فما كثرت. وبس خذيت حليب وتشمش يعني، وقاعد أحوس بالسوق أبي أخلص بسرعة. طبعا ما كنت أركب أنا كذي، سرعت لكم الفيديو بس. هني أمي كانت تختار الخضرة، بس أمي هالسنة اعتمدت الأسلوب الاقتصادي وقضت حق أول أسبوعين فقط. والصراحة هالأسلوب وايد أسهل لأنه ما نشتري وايد أغراض وما يصير لوية. خذيت من هني سميد، بس كان في وايد أنواع وايد أسعار. وبعدين قمت أخذ يزر، وتعالوا نشوف شنو صار بعد هالشوبينج بيومين. وهني بعد ما ظهرت الرؤية وشفنا مدفع الإفطار حسيت إنه فعلا رمضان يانا. وهذا كان السحور، أشياء بسيطة. وبعد السحور كان خلف الكواليس ضحك مو طبيعي. إخواني نعسانين يبون ينامون ومستوعبين إن سحور أول يوم لازم تاكلون، خلاص ما أبي آكل لما أقعد آكل. يا حبيبي لما تقعد ما يصير تاكل، ورمضان وأول يوم. فكان الأجواء والله وايد حلوة. وبعد السحور سويت قطايف، ذهبتها وحضرتها. هالقطايف وصفتها نزلت لكم، روحوا شوفوها. وبس قعدت أول يوم وايد متأخرة، طبعا كانت أمي قاعدة تطبخ ومضبطة أمورها وأنا قاعدة الساعة 2:30 ما أدري ويني. بس سويت العصير وصورت لها الطبخة، وحضرت تمر محشي مكسرات، أضفت عليه هردة وخليته بالتمرية، شايفين شكله ينن. وقليت سمبوسة وبس. وهذه كانت دراعتي حق أول يوم، دراعة مخمل لأنه كان برد. مو مستوعبة شلون شتا مع رمضان مع عيد وطني، ما أدري رمضان هالسنة غير. وبعد الفطور قليت القطايف وحطيتها في الشيرة أو العسل، طلعت تينن ولذيذ. نصيحتي لكم القطايف لما تشترونها احشوها وفرزنوها بالحشوة، طلعوها القلي، لكن لا تشيلونها وهي عجينة. وبس تقهوينه ويلا على التراويح. وبعد التراويح هذا ثاني يوم كنت مسوية بشاميل، باقي الأصناف أمي سوتها، عشان كذي اهتميت وايد بالبشاميل وأنا قاعد أصور وأقطعها، وعلى أساس يعني متفننة فيها، بس صدق وصفتها تينن. وهم هذه بعد وصفتها نزلت لكم، روحوا شوفوها. وهذه تراويح ثاني يوم. طبعا أول يوم شاركت معاكم بالتفصيل، بس باقي الأيام ما لحقت أصور كل التفاصيل. وبعد التراويح هذا ثالث يوم. هاليوم أنا اللي طبخت لأن أمي كانت مريضة، وسويت مجبوس دياي على كثر ما هو شكله طالع حلو. هني لو تشوفون الكواليس، هذا وصفته ما نزلت، راح أنزلها لكم مع التفاصيل والكواليس. وسويت كنافة بالقشطة من يومين، وهذه هي تين كنافة بالقمر والمكسرات. وبس هذه كانت مقتطفات من أول أسبوع برمضان. شوفوا لي هالصينية كيوت وتينن عليها كل رسومات رمضان. عساكم من عوادة.